أهلا وسهلا بكم في أبرز وأغرب حدث كروي يقع في هذه الأولمبيات التي تقام بفرنسا. المنتخب المغربي الأولمبي والمنتخب الأرجنتيني الأولمبي يتعادلان بهدفين مقابل هدفين، وفي نفس المقابلة المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف. وهذا بالطبع له تفسير واحد، وهو أن لجنة الأولمبيات رأت بأن الحكم السويسري الذي أدار هذه المقابلة كان متحيزا جدا تجاه المنتخب الأرجنتيني الأولمبي، بحيث لم يكن يعطي للاعبي المنتخب الأرجنتيني الإنذارات التي يستحقونها، بل أكثر من هذا كان يحتسب الخطأ ضد المنتخب المغربي، ضد لاعبي المنتخب المغربي. كما أنه في بداية المقابلة أو في الشوط الأول حرم المنتخب المغربي من ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، وتكرر تحكيمه التعسفي ضد المنتخب المغربي. وبعد انتهاء المقابلة أو 90 دقيقة بفوز المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف، أضاف الحكم 15 دقيقة كوقت بدل الضائع، وهذا ما زاد طين بلة، لأنه أظهر تحيزه تجاه المنتخب الأولمبي الأرجنتيني. وبعد تسجيل هدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني الذي يعتبر هدف التعادل، انتهت المقابلة بدون صافرة نهاية، وهذه لم تقع في أي مقابلة منذ أن رأت لعبة كرة القدم الدنيا. وبعد انتهاء المقابلة وعودة اللاعبين إلى الفيستير قامت لجنة التدخل أو اللجنة الأولمبيات بالتدخل لرد ما وجه هذه الأولمبيات التي تحتضنها فرنسا، وتم رفض الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني بدعوى أنه شروط، وفعلا كان شروط. وبعد تسجيل ذاك الهدف تم نهاية المقابلة، لهذا تم إعادة الدقائق الأخيرة بحيث تم إعادة إلغاء الهدف الثاني وإضافة 3 دقائق كوقت بدل الضائع، ثم صافرة النهاية مع نفس الحكم الذي تنتظره عقوبات من اللجنة الأولمبية التي